طلاب تاني اعدادي على اليوتيوب، ايه الاخبار؟ معاكم مستر احمد عادل. ان شاء الله في الفيديو ده هنحل كتاب المعاصر. كل اسبوع كده ان شاء الله هنزل لكم فيديو نحل كتاب المعاصر يونت. فباذن الله الفيديوهات دي تفيدكم. ويلا بينا نبدا في صفحه 15، نبدا نحل على اول يونت واول ليسون. اول سؤال معانا بيقول لين creates wonderful art the adjective from create. هنا عايز الصفه من كلمه create زي ما احنا عارفين فعل او verb بمعنى ينشئ. عايز اجيب بقى الصفه منها بمعنى مبدع، فهتبقى ايه؟ هتبقى creative رقم سي. تاني سؤال بيقول to turn the adjective constant into an adverb. كلمه constant اللي هي adjective صفه، عايز احولها لحال، هضيف لها ايه؟ فتبقى انهي واحده؟ هضيف لها suffix اسمه ly، تبقى كلمه constantly يعني ايه؟ باستمرار. وهنشرح حاجه بسيطه كده مع بعض. في حاجه اسمها prefix وفي حاجه اسمها suffix. يعني ايه يا مستر؟ يعني البريفكس دي اضافه بضيفها على الكلمه في الاول، لكن السفكس بضيفها في اخر الكلمه. طب ممكن تدينا مثال يا مستر؟ كلمه مثلا kind يعني عطوف او طيب، عايز اجيب العكس منها، فاقول لك ضيف لها في الاول un وبعد كده كمل عادي، تبقى بدل kind تبقى unkind. فكلمه او اليو ان اللي في الاول دي او المقطع اللي في الاول ده اسمه بريفكس. اسمه ايه؟ بريفكس. طب السفكس يا مستر؟ كلمه مثلا زي communicate يعني يتواصل، فعل بمعنى يتواصل، عايز اخليها التواصل، عايز اخليها اسم، فاضيف لها حاجه اسمها ION. طب دي اسمها ايه يا مستر؟ اسمها suffix. ليه اسمها suffix يا مستر؟ عشان هتضاف في الاخر، فبدل communicate هتبقى communication. تمام كده؟ يبقى في حاجه اسمها prefix وحاجه اسمها suffix. Your words didn't encourage me, they not me. عايز اقول لك هنا ان الكلمات بتاعتك ما شجعتنيش، ده بالعكس دي احبطتني. يبقى عكس encourage ايه؟ عكسها discourage رقم A. The opposite of online is opposite يعني عكس، يعني antonym. طيب عكس online ايه؟ هل connected؟ مش connected ولا communicated included، لا عكس online offline. 5 modern and not are synonyms. يعني ايه synonyms؟ يعني كلمتين ليهم نفس المعنى، كلمتين مترادفتين. طيب المرادف بتاع modern هل هي old؟ لا old دي الانتونيم، هو هنا عايز synonym. new ولا traditional ولا ancient؟ traditional مش تنفع ولا ancient، هي new modern بمعنى جديد او حديث، الاثنين ليهم نفس المعنى. to form the noun عشان اجيب الاسم من الفعل behave بحط suffix ايه؟ suffix ده زي ما اتفقنا بنحطه في الاخر. behave يعني يتصرف، يعني يتصرف فعل، عايز اجيب بقى الاسم منها، هضيف لها ايه؟ ايوه هضيف لها IOR، فبدل ما تبقى behave هتبقى behavior. The suffix full turns the noun into a full بيتحط في الاخر، او السفكس ده بيخلي النون ايه؟ ايوه بيخليه صفه. طب اديني مثال كده يا مستر. كلمه beauty يعني الجمال، ده اسم، خليها لي كده صفه، هضيف لها FUL فتبقى beautiful. ودي تبقى اسم ولا صفه؟ تبقى صفه. يبقى كده ال FUL السفكس اللي بيجي في اخر الكلمه او بيتضاف في اخر الكلمه بيحول الاسم الى adjective، الى صفه. تمام. نشوف التمارين اللي بعد كده. صفحة كام دي؟ 20. طب يا شباب نكمل حل مع بعض. صفحة 20 نحل على الكلمات. Every note has its own challenges over time. عايز اقول لك كل جيل ليه التحديات اللي بيواجهها على ايه؟ على مر الزمان. هل every جيل يعني every meme ولا every screen ولا every generation ولا every balance؟ meme يعني ايه؟ صورة ساخرة، لكن screen شاشة مش هتنفع برضو. balance توازن، يبقى every ايه؟ every generation يعني كل جيل. My dad advises me، بابا نصحني to note the amount of time I spend playing video games. بابا نصحني ان انا اقلل او اخفض الوقت اللي انا بلعب عليه فيديو جيمز او بلعب فيه فيديو جيمز. يقلل يعني ايه؟ ايوه limit، مش increase يزود، مش share يشارك، ولا express يعبر. It's important to note your time online with doing real life activities. لازم ان انت
توازن وقتك بين الاونلاين وبين الحياه الواقعيه. يوازن يعني ايوه بالانس. رقم A. Using نقط is a fun and creative way to express your feelings in messages. ان انت تستخدم ايه في الرسائل بتاعتك بتبقى طريقه مرحه. ان انت تستخدم ايه؟ الاوبينيونز، الاراء لا، ايموجيز لا، ولا سكيلز ولا ترندز لا، هي ايموجيز هي الصح. الايموجيز زي ما اتفقنا واحنا بنشرح الكلمات، زي ما اتفقنا ان انت عشان تخلي الرسائل بتاعتك كرييتيف وفاني ان انت تستخدم الايموجيز. لما اكون غضبان مثلا ابعت لك ايموشن انجري، لما اكون فرحان ابعت لك ايموشن بيضحك. سكيلز يعني مهارات مش هتنفع، ولا ترند برضو مش هتنفع، ولا اوبينيونز. جين الفا are called digital نقط because they grew up with technology. الجنريشن الفا ده زي ما اتفقنا بيكونوا الجنريشن اللي اتولد لقى التكنولوجيا او اتعود على التكنولوجيا، فسموه برضو ايه؟ ديجيتال نيتيفز، اللي هم المواطنين اللي ايه؟ بتوع التكنولوجيا او الجيل بتاع الايه؟ التكنولوجيا. جين الفا جنريشن is helping to know the future with their new ideas. عايز اقول لك ان الجيل ده بيكون المستقبل بتاعه. يكون يعني ايه؟ ايوه شيب. رقم ايه هي الاجابه الصح. limit يحد، believe يعتقد، wonder اللي بالاو يعني ايه؟ ايوه wonder بالاو يعني يتساءل، لكن wonder تفرق بينها. اللي بالايه يعني يتجاوب، لكن بالاو يعني يتساءل. Many teenagers نقط funny memes with their friends on social media. عايز اقول لك مراهقين كتير بيشاركوا الميمز اللي هي الصور اللي بتضحك دي مع اصحابهم على السوشيال ميديا. يشارك يعني ايه؟ يشارك يعني شير. ليميت يحد، بالانس يوازن، وندر بالاو يعني يتساءل. جين الفا should use social media نقط. عايز اقول لك لازم يستخدموا السوشيال ميديا بحكمه. يبقى هنا انا عايز ادفرب. فين الادفرب هنا بمعنى حكمه او بحكمه؟ wisely. رقم بي. She uses social media to not with friends who live far away. هي بتستخدم السوشيال ميديا علشان تتصل او تكون مترابطه مع صحابها اللي عايشين بعيد. يبقى with بتاخد انهي واحده او انهي كلمه؟ to connect with، انها تكون مترابطه او متصله مع صحابها. encourage يشجع، represent يمثل، وhandle يعني يحل حاجه. to be successful in the modern world you need to be نقط. ان انت تبقى ناجح في العالم الحديث بتاعنا ده لازم تكون ايه؟ لازم تكون كرييتيف، لازم تكون مبدع. يبقى رقم ايه هي الصح؟ كرييتيف. اوفلاين مش هتنفع. كيرلس يعني مهمل، وليزي يعني كسول. He loves to know at new places by watching videos and reading articles online. عايز اقول لك هو بيحب يستكشف اماكن جديده. يعني ايه يستكشف؟ explore. رقم ايه. limit يحد، balance يوازن، واكسبريس يعني يعبر. نفس الكلمات بتتكرر معانا. Your نقط is shaped by your family, culture and experiences. عايز اقول لك هويتك بتتحدد عن طريق 3 حاجات: عيلتك، والكالتشر الثقافه بتاعتك، والاكسبيرينسز التجارب والخبره بتاعتك. تريب يعني رحله، ديفايس يعني جهاز، وترند اللي هو الترند، انما ايدنتيتي يعني هويه. هويتك هي اللي بتتحدد. A note is a popular new development often seen in digital content. ايه اللي بيعتبر تطور جديد دايما بيتشاف في المحتوى الايه؟ الديجيتال او الرقمي؟ هل البالانس التوازن، ولا الكوميونتي المجتمع، ولا السكيل المهاره، ولا الترند؟ لا الترند هو اللي بيتشاف فين؟ في الديجيتال كونتنت، في المحتوى الرقمي. A group of people born around the same time is called. الناس اللي مع بعض كده مجموعه اتولدوا في نفس الوقت، فدول بيعتبروا ايه؟ بيعتبروا جيل. يعني ايه جيل؟ يعني generation. نيتيف مش هتنفع، ولا ترند، ولا هابت يعني عاده. Alpha generation grew نقط with technology all around them. grew بتاخد أنهي حرف جر؟ grew بتاخد up. أقول grow أو grew up. modern technology نقط our future. عايز أقول لك إن التكنولوجيا الحديثة بتأثر على المستقبل بتاعنا. affects ولا effects ولا reads ولا works؟ ها بالإي ولا بالإيه؟ لا بالإيه. أنا عايز بمعنى يؤثر. الفعل يؤثر بالإيه اسمها affect. لكن الاسم اللي اسمه تأثير اسمها ايه؟ effect بالاي. Our life is full of challenges that we should not wisely. حياتنا مليئة بالتحديات اللي احنا لازم نعمل لها ايه؟ بحكمة. face ولا escape ولا neglect ولا forget ننساها؟ لا. neglect نهملها؟ لا. ولا escape نهرب منها؟ ولا face نواجهها؟ لا face. رقم ايه.
طب نيجي لاسئله الجرامر صفحه 24 و25. اول سؤال معانا بيقول هبه نقط سوشيال ميديا ناو. خدت بالك من كلمه ناو؟ ناو بتدل على المضارع المستمر. طب هبه دي تعتبر اسم مفرد ولا اسم جمع؟ تعتبر شي، تعتبر اسم مفرد، فتاخد ام ولا از ولا ار؟ ايوه تاخد از، وبعدها الفعل فين؟ في الاي ان جي. يبقى هبه از using social media now، يعني بتستخدم السوشيال ميديا دلوقتي. right now حلت نفسها من اول right now، يعني دلوقتي، حاجه بتحصل دلوقتي، يبقى ده مضارع مستمر. احمد نقط شورت فيديوز، بيتفرج على فيديوهات قصيره. احمد ده هي مفرد، فهي تاخد ام ولا از ولا ار؟ تاخد از وبعدها اي ان جي، يبقى احمد is watching. look بص كده they نقط memes with their friends، دول بيشاركوا ميمز مع اصحابهم. كلمه look و listen و be careful و be quiet و watch out، كل دي كلمات بتدل على المضارع المستمر. يبقى اني واحده they تاخد اني؟ they تاخد ار وبعدها اي ان جي، يبقى they are sharing. رقم ايه؟ at the moment في الوقت الحالي او في اللحظه دي I not my homework online، انا بعمل الهوم ورك بتاعي اونلاين، يبقى I am doing. I am not my grandma next Monday، ترتيب يبقى مضارع مستمر، وام و is و are بيجي بعدها ing، يبقى I am ايه؟ I am visiting. رقم B. please keep quiet، ممكن تقعد ساكت من فضلك. البيبي نايم، البيبي نايم دلوقتي، وكلمه be quiet بتدل على المضارع مستمر، يبقى the baby is sleeping. رقم D. رحمة نقط apples at the moment، رحمة بتاكل apples دلوقتي أو بتاكل تفاح دلوقتي، يبقى is eating. look بص كده the cat نقط jumping، the cat دي تعتبر إيه؟ تعتبر it، فتعتبر مفرد، فتاخد am ولا is ولا are؟ تاخد is jumping. طب ليه مش was يا مستر؟ مش هينفع was، أنا هنا عايز مضارع مستمر مش ماضي مستمر، وهاز مش هتنفع وكان مش هتنفع. my father نقط to أسوان next Friday he has a tickets. بابا معاه التيكت، يعني خلاص مرتب كل حاجه، كل حاجه مترتبه وهيسافر، يبقى ده ترتيب في المستقبل. من ضمن استخدامات المضارع المستمر ان انا بستخدمه في الترتيبات المستقبليه. يبقى فين هنا المضارع المستمر؟ ماي فازر ده مفرد، ياخد is وبعدها اي ان جي، يبقى is traveling. he can't answer the phone because he is not a shower، هو مش هيقدر يرد على التليفون دلوقتي علشان بياخد شاور، بياخد شاور دلوقتي، يبقى مضارع مستمر، يبقى he is taking. they not computer games at the moment، هما مش بيلعبوا ألعاب على الكمبيوتر إيه في اللحظة دي، يبقى إيه؟ they aren't playing. what not you reading، خدت بالك من ing و you بتاخد إيه؟ you بتاخد are، يبقى what are you reading about these days. he is بعدها ing على طول من غير ما إيه؟ من غير ما تفكر، يبقى he is playing. listen اسمع كده الأطفال إيه؟ بيغنوا، يبقى is singing ولا are singing؟ the children دي تعتبر جمع، فتاخد is ولا are؟ تاخد are، يبقى are singing. نشوف بعد كده سؤال صحح الخطأ اللي بين الأقواس. اللي بين الأقواس ده خطأ، فاحنا ايه؟ هنكتب الكلمة الصح. he write his post in English now، كلمة now بتدل على مضارع مستمر، يبقى he is writing، he is ايه؟ writing مادام now. now برضو نفس الكلام، كلمة now بتدل على مضارع مستمر، يبقى they are doing. look many children read in the library، انا عايز هنا اقول اطفال كتير بيقرأوا في المكتبة دلوقتي، و children جمع، يبقى are reading، وخدت are مش is علشان children جمع. نادر volunteer to help his classmates today، نادر ده مفرد، فياخد am ولا is ولا are؟ تاخد is. طب وليه اخترت مضارع مستمر يا مستر؟ علشان كلمة today، today يعني دلوقتي، حاجة بتحصل النهاردة او دلوقتي، يبقى is نادر is volunteering. هنزل volunteer زي ما هي واحط لها ing. ده كان سؤال كام؟ سؤال 4. سؤال 5. The ship sail on Monday next week. It's arranged. يعني ايه كلمة it's arranged؟ يعني كل حاجة متجهزة. ما دام كل حاجة متجهزة يبقى ده ترتيب فين؟ في المستقبل، يبقى استخدم معاه ايه؟ مضارع مستمر، يبقى the ship is sailing. طب ليه خدت is يا مستر؟ عشان the ship السفينة مفرد. 6. my mother cook lunch in the kitchen now، عايز اقول ماما بتطبخ الغدا في المطبخ دلوقتي، يبقى ايه؟ my mother is cooking مضارع مستمر، am is are ing. طب ليه خدت is؟ عشان my mother تعتبر she، تعتبر اسم مفرد. why you laugh so loudly مازن، وانت ليه بتضحك بصوت عالي كده يا مازن؟ يبقى why you laugh ولا are you laughing؟ ليه انت بتضحك دلوقتي؟
يبقى are you وبجيب الفعل في ال ing laughing يعني يضحك. I meet my friends at the club this evening. قلت لك this وبعدها evening أو week أو month أو year، كل دي حاجات بتدل على المضارع المستمر. يبقى I am meeting أنا هقابله النهاردة أو هذا المساء. She write an email to her cousin right now. كلمة right now بتدل على المضارع المستمر، يبقى she is writing. She not watch TV at the moment. She is reading a book. عايز اقول لك عايز انفي مضارع مستمر، يبقى ايه؟ She isn't watching. I not use my phone at the moment. عايز انفي اقول لك I'm not. use بقى ولا using؟ لا using. am is are ing. The children are visit ولا visiting؟ visiting. they are، خلي بالك من الابوستوف ار اي دي اختصار لار، يبقى they are run ولا running؟ لا running، يبقى they are running. do the students writing. خدت بالك من الاي ان جي؟ طب الاي ان جي بتيجي مع do؟ لا، امال بتيجي مع ايه؟ مع am او is او are. طب السبجكت هنا مين؟ the students. students مفرد ولا جمع؟ جمع يا مستر. تاخد am ولا is ولا are؟ ايوه تاخد are. وكتبت الاي كابيتال عشان ده سؤال ببدا بيها اول الجمله. he plays a final match next Friday. عايز اقول لك هو هيلعب الماتش النهائي الجمعه الجايه. طيب ده ترتيب ولا مش ترتيب؟ ترتيب، كل حاجه مترتبه. يبقى ايه؟ he play ولا he is playing؟ he is playing. ترتيب. هنا الكلمه اللي تحتها خط فيها غلط واحنا هنصحح الخطا ده. he practices football in the club next week. ده ترتيب في المستقبل، يبقى بدل practices تبقى آسر. ده مفرد ولا جمع؟ مفرد، يبقى ياخد am ولا is ولا are؟ ايوه ياخد is، يبقى is practicing. at present، كلمة at present دلت على المضارع المستمر. most students do. ينفع اقول most students do ولا are doing؟ طب ليه are مش is يا مستر او am؟ علشان most students جمع، معظم الطلاب او اغلب الطلاب. علي doesn't visit his cousins now. خدت بالك من now؟ يبقى هنا انا عايز انفي مضارع مستمر، يبقى علي isn't visiting his cousins now. مش بيزور ولاد عمه دلوقتي. listen، كلمة listen أو look دي كلها بتدل على مضارع مستمر. the children are sing ولا singing؟ لا singing. rewrite the baby sleeps in his room. عايز أعيد كتابة الجملة دي باستخدام الكلمة اللي بين الأقواس، يبقى the baby sleeps in his room at the moment. يبقى أقولها إيه؟ the baby is sleeping in his room at the moment. The girl sings beautifully. هنا عايز استخدم كلمة listen، وقلت لك ان listen بتدل على مضارع مستمر، يبقى هكتب كده في الاول listen اسمع. The girl sings بقى ولا is singing؟ لا is singing beautiful. هنا عايز استخدم كلمة today. They go to school by bus every day. لا، انا اما استخدم today يبقى هنا استخدم مضارع مستمر، يبقى اقول ايه؟ They are going to school by bus today. ندى traveled to the USA last month. عايز استخدم next بتدل برضو على مضارع مستمر، يبقى اقول ندى is traveling. ده كده يعتبر ترتيب في المستقبل. to the USA next month الشهر الجاي. تمام كده؟ تمام. نكمل بقى ونحل الجنرال اكسرسايز من اول سؤال تشوز. It's important. ده صفحة كام؟ صفحة 27.
It's important to find a نقط between work and having fun. لازم يكون او حاجه مهمه ان انت تعمل بالانس بين حياتك العاديه وبين الايه، او بين ان انت تمرح او تتبسط يعني، وبين ان انت تشتغل. يبقى ايه؟ بالانس يعني توازن. ترند يعني ترند، ليميت يحد، وسكرين يعني شاشه. New social media نقط spread very quickly among young people. عايز اقول لك الترندات بتاعت السوشيال ميديا بقت تنتشر بسرعه. يبقى new social media trends. You should not your screen time too much is bad for you. لازم تقلل او تحد من وقت ماسكك للتليفونات او الشاشات عامه، علشان ده مضر بالنسبه لك او سيء بالنسبه لك. يبقى ايه؟ limit يعني يحد او يقلل. Kids today are called digital. الاطفال دلوقتي بيسموهم ايه؟ الديجيتال ايه؟ digital natives، اللي هم بيتولدوا كده يلاقوا نفسهم ايه؟ حوالين التكنولوجيا وبيتعلموا التكنولوجيا قبل القراءه والكتاب. Where not you traveling next week. طيب الاي ان جي هنا تعتبر مضارع مستمر، ويو، فهنا انا بستخدم ايه علشان اسال في المضارع المستمر مع يو؟ اقول له ايه؟ where are you traveling. رقم سي. my friends، خلي بالك my friends هنا السبجكت جمع او الفاعل جمع. نقط تنس at the moment، بيلعبوا تنس في الوقت الحالي او في اللحظه دي. يبقى my friends are playing. رقم دي. نشوف السؤال اللي بعده. ديجيتال نيتيف يعني ايه؟ يعني اللي هم السكان او مش السكان سوري، اللي هو المواطن اللي هو لقى نفسه او الجيل اللي لقى نفسه اتولد في وسط الايه؟ التكنولوجيا. اكسبريس يعبر، سكرين تايم وقت الشاشه او الوقت جلوسك على الشاشه، ترندز اللي هي الترندات، وايموجيز اللي هي الرموز التعبيريه اللي بنبعتها. My little brother is a true digital native. اخويا الصغير واد كده بتاع تكنولوجيا digital native. He loves following the latest online نقط. هو دايما بيحب ان هو يتابع احدث الايه؟ الاونلاين ايه؟ الاونلاين ترندز، الترندات الحديثه. يبقى كده استخدمنا كلمه trends. He uses not instead of words. هو بيستخدم ايه بدل الكلمات؟ بيستخدم الايموجيز بدل من الكلمات. يبقى كده استخدمت كلمه emojis. Instead of words to نقط his feeling، علشان يعبر عن مشاعره. يبقى to ايه؟ to express. My parents are worried about his long نقط and always ask him to play outside and limit it. About his long ايه؟ علشان هو هنا بيقلقوا من الوقت اللي دايما الوقت بتاعه اللي على الشاشة او استخدامه للموبايلات يعني. يبقى about his long ايه؟ screen time. سؤال القطعة. طارق is a 13 year old student. طارق عنده او طالب عنده 13 سنة اسمه طارق. He loves his digital life. هو بيحب الحياة الرقمية بتاعته. He starts his morning by checking his phone for messages. هو أول لما بيصحى أول حاجة بيعملها الصبح بيمسك التليفون بتاعه يشوف الإيه؟ المسجز اللي جات له أو الرسائل اللي جات له. At breakfast في الفطار he uses his tablet to search for news. بيستخدم التابلت بتاعه علشان يبحث أو يشوف الأخبار. He thinks technology is amazing. هو بيعتقد إن التكنولوجيا مدهشة أو مذهلة. But he knows spending too much time on screens is a bad habit. وبيعتقد، بس هو عارف وبيعتقد إن أنت تقضي وقت كتير على الأجهزة دي bad habit يعني عادة سيئة. They can cause him a lot of harm. ده ممكن يسبب له ضرر كبير. طيب they هنا عايدة على مين؟ اللي هو too much time on screens، اللي هو السكرينز عامة. His parents always remind him to take breaks. They encourage him to balance his digital life with outdoor activities. ودايما بينصحوه بيشجعوه ان هو دايما يعمل انشطه ايه؟ خارجيه. طارق is now learning to use technology wisely. wisely هنا بمعنى بحكمه، يعني بدأ يستخدم التكنولوجيا بحكمه اكتر. He plays online games for 1 hour in the evening and then reads an e-book before bedtime using night mode to protect his eyes. وبدأ ان هو يلعب ساعة واحدة بس في اليوم في الاونلاين جيمز، وبعد كده قبل ما بينام بيقرأ الكترونيك بوك باستخدام وضع النايت مود. وضع النايت مود ده علشان عينه ما توجعوش وهو بيقرأ على التليفون بالليل. طيب اول سؤال بيقول معانا طارق uses his tablet to search for نقط at breakfast. قلنا بيستخدم التابلت علشان يدور على الاخبار. search for news. The underlined word wisely can be replaced by wisely يعني بحكمة. ممكن استخدمها بايه تاني؟ quickly بسرعة لا،
هابلي بسعاده ولا كيرفولي بحرص ولا بادلي بسوء؟ لا، كيرفولي بحرص. What is the main idea of the text؟ ايه الفكره الرئيسيه عن التكست؟ ممكن اقول حياه طارق الرقميه، يبقى طارق digital life. ذي هنا كانت عايده على مين؟ ذي هنا كانت عايده على too much time on screens، ان الوقت الكتير اللي بنحطه على او بنقضيه على السكرينات او التليفونات. What do you think of طارق's digital habits؟ ايه رأيك دلوقتي في العادات بتاعت طارق؟ ممكن اقول ايه؟ ممكن اقول they are amazing، يعني اقول انها بقت مذهلة. ليه بقت مذهلة يا مستر؟ ما هو قال لك انا بقيت العب ساعة واحدة بس، وبقيت برضو استخدم النايت مود علشان عيني ما توجعنيش، فبدأ يستخدمها بايه؟ او يستخدم الانترنت او السوشيال ميديا عامة بحكمة اكتر. How does طارق protect his eyes at night؟ بيعمل ايه طارق علشان وهو يعني قبل ما ينام وهو بيقرأ علشان يحمي عينيه؟ بيعمل ايه؟ ممكن اقول ان هو بيستخدم النايت مود. He uses night mode. بيستخدم النايت مود وهو بايه؟ بيقرأ. Look he not create a new video. كلمة look بتدل على مضارع مستمر، يبقى he is creating. I not use my computer at the moment، يبقى اقول I'm not use ولا using؟ لا using. am is are بعدها ing في مضارع مستمر. What you do this evening؟ what are you doing؟ ده سؤال في المضارع المستمر. She visit her friends tomorrow، ده ترتيب في المستقبل. عايز اقول لك انها مرتبه كل حاجه انها تزور اصحابها بكره، يبقى she is visiting. طيب نيجي بقى لسؤال الديالوج. سؤال الديالوج بحله ازاي يا مستر؟ بقرا الديالوج كويس جدا. طب ليه بقراه قبل ما احل يا مستر؟ لان بنسبه 98 95% 99% الاجابات بتاعه الديالوج بتكون فين؟ في الديالوجز نفسه. فانت بتقراه كده بالراحه وبتعرف المعلومات وبعد كده تبدا تحل. هدى is asking ليلى about her favorite digital device. الاثنين دول بيتكلموا وبيسالوا بعض عن ايه الفيفوريت ديجيتال ديفايس او الجهاز الرقمي المفضل بالنسبه له. هلو ليلى can I ask you a few questions؟ ممكن اسالك بعض الاسئله. فردت عليه، سالتها سؤال، يبقى هنا دي نقطه جمله عاديه ودي question mark. My smartphone is my favorite device. الموبايل بتاعي هو جهازي المفضل. It's easy to carry، تقدر تشيله بسهوله. And what do you use it for؟ بتستخدميه في ايه؟ فردت عليه but in my free time، ولكن في my free time في وقت فراغي I chat with my friends. سألتها سؤال، قالت لها no it isn't allowed to take it to school. فسألتها سؤال فقالت لها لا ما ينفعش ان انت تاخده او غير مسموح ان انت تاخده معاك المدرسة. I see، كلمة I see ممكن حد يترجمها هنا ان هو I see انا برى، لا، لكن هنا I see هنا مش معناها يرى. I see هنا بتساوي I understand، يعني هنا ايه؟ انا فاهم او فاهمك يعني. تمام؟ يبقى فرق بين سي بمعنى يفهم وسي بمعنى يرى، وبتيجي برضو بمعنى ثالث بمعنى يقابل. فردت عليه. طيب نبدأ بقى نحل. Can I ask you a few questions؟ ممكن تقول لها ايه؟ شو؟ تقدري طبعا. فسألتها سؤال، قالت لها my smartphone is my favorite device. فتسألها تقول لها ايه؟ what's your ايوه favorite device؟ ايه الجهاز المفضل بالنسبة لك؟ what's your favorite device؟ قالت لها my smartphone is my favorite device. السمارت فون بتاعي هو الجهاز المفضل بالنسبة لي. It's easy to carry، تقدر تشيله بسهولة. And what do you use it for؟ انت بتستخدميه في ايه؟ فقالت لها حاجة، قالت لها but in my free time I chat with my friends. ممكن اقول بستخدمه في ايه؟ I use it، انا بستخدمه in studying، في المذاكرة، ولكن في وقت فراغي بقدر اتشات مع ايه؟ مع اصحابي. فسألتها سؤال هنا فقالت لها no it isn't allowed to take it to school. لا مش مسموح ان انت تاخديه المدرسة. فتسألها ايه؟ هتقول لها هل هو مسموح ان انت تاخده معاك المدرسة؟ يبقى بدل it is هتبقى هنعمل مقص، هتبقى is it.
is it allowed to take it to school؟ هل هو مسموح ان احنا نقدر ناخده معانا المدرسه او مسموح ناخده معانا المدرسه؟ I see، انا فاهمه. thanks for your time to take it to school، شكرا للوقت بتاعك ان انت تاخديه معاكي المدرسه. قالت لها طبعا ما ينفعش ان انا اخده معايا المدرسه، فقالت لها ايه I see thanks for your time to take it to school، فتقول لها ايه مثلا في الاخر؟ تقول لها thanks، شكرا ليك، او you are welcome، او no problem. كل دي حاجات تقدر تجاوب بيها في اخر خانه. طيب هنا بيقول لك رايت باراجراف عن ايه؟ عن جين الفاز ديجيتال لايف. عايزين نكتب باراجراف عن جنريشن الفا ده والحياه الرقميه بتاعته. فاقدر اقول ايه مثلا؟ اقدر اقول مثلا ابدا بجين الفا. طيب قبل ما نبدا او نبدا نكتب، جين الفا ده تعتبر الفاعل يعتبر او السبجكت مفرد، فصرف الفعل عادي على انه مفرد. طب الضمير يا مستر؟ الضمير هيبقى ذي، الضمير هيبقى جمع، الضمير هيبقى جمع. هوريك دلوقتي. هنسيب مسافة ونقول جن ألفا اللي هو جنريشن ألفا يعني spends بيقضوا، عايز أقول بيقضوا أغلب الوقت بتاعهم أونلاين. يبقى جن ألفا spends most of their time. خدت بالك ان انا حطيت الضمير او صفه الملكيه هنا ايه؟ their. ها their عشان جين الفا دي الضمير بتاعها بيكون جمع. their time online، دايما بيقضوا اغلب الوقت بتاعهم ايه؟ اونلاين. اقدر اقول ايه تاني؟ they، عايز اقول لك دايما بيتشيكوا التليفون بتاعهم او دايما بيعملوا تشيك على الرسائل بتاعتهم. يبقى they check their phone messages. طيب عايز اقول لك بقى بعد المدرسه بيستخدموا التابلتس بتاعتهم او الاجهزه بتاعتهم علشان يعملوا الواجب. they use tablets to make their homework after school. طيب عايز اقول برضو بيعملوا ايه تاني؟ عايز اقول ان هم دايما بيتواصلوا مع اصحابهم باستخدام السوشيال ميديا او اونلاين. اقول لك they communicate with their friends online، بيتواصلوا مع اصحابهم اونلاين. تمام كده؟ ممكن بقى في الاخر نقول سؤال، اقول لك ايه هو، ايه اللي تفتكر او انت بتعتقد ايه او ايه رايك عن الجين الفا او جنريشن الفا؟ what do you think of جين الفا؟ حط question mark في الاخر علشان ده سؤال. طيب احنا كده حلينا ليسون 1 و 2 من يونت 1 تاني اعدادي كتاب المعاصر. باذن الله هنكمل باقي الليسونز كل اسبوع، وان شاء الله معاكم لحد الاخر، لحد باذن الله لما تجيبوا الدرجه النهائيه. شكرا، ومعاكم مستر احمد عادل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.